مرحبا، شلونكم؟ شلون الصحة؟ يا رب الكل بخير. اليوم وصفتنا راح نسوي كيكة البركانية. ليش اسمها بركانية؟ بعدين أقولكم. يلا من مطبخي نبدي نسويها سوا، وإذا سويتوها مثل ما مطلوب راح تطلع عندكم كيكة كلش طيبة. المقادير راح أكتبها أني بصندوق الوصف، وراح أقولها وياكم خطوة بخطوة. مقاديرنا هي 3 بيض، 2 قراص طحين، 4 معالق طعام كاكاو، 1 قلاص شكر، وواحد واحد إلا ربع زيت، وظرف بيكنج باودر، فانيلا، وهيل رشة برشة. أول خطوة نخلي البيض والشكر سوا، ونخلي رشة الهيل ونخفقها. من نوصل لهذا القوام الكريمي نضيف الزيت اللي هو قلاص إلا ربع. أهم شي بالكيكة حتى تنجح إنه نستخدم نفس القلاص بكل المقادير، ويانا نكمل. بعد ما ضفنا الزيت هسه نجي على الطحين والكاكاو والبيكنج باودر. الكمية المطلوبة ننخلها. ليش ننخلها؟ حتى نخلص من التكتلات ويدخل هواء للخليط. ضفنا هنا الطحين واللي مخلوط بالبيكنج باودر والكاكاو، نضيف بالتدريج. وراح نحتاج إلى مي. المي اللي نحتاجه نص كوب تقريبا، ما يكون لا بارد ولا حار، إلى أن نوصل إلى خليط الكيك يكون متجانس. ممكن نحتاج أكثر ممكن أقل حسب الطحين المستخدم بالكيك. شلون نعرف الكيكة بعد ما تحتاج إلى مي؟ لما نخلط بهذه الطريقة ونرفعها بالخاشوقة ينزل لنا الخليط بهذا الشكل، معناها ما يحتاج. إذا نزل متقطع إذا نحتاج بعد شوية مي. القالب مدهون بزيت وطحين، وإذا عندك راشي، أنا لأنه ما عندي راشي فأخلي بس أدهنه بالراشي، ما يحتاج لا طحين ولا زيت. بعد ما خلينا القالب بالفرن، يكون طبعا الفرن حار قبل 10 دقائق، ونخليه على الرف الوسط لمدة من 40 إلى 45 دقيقة. نيجي هنا على خلطة الصلصة اللي خاصة بالكيكة. راح نحتاج أيضا المقادير مكتوبة نفس القلاص: نص قلاص حليب باودر، نص قلاص شكر، نص قلاص زيت، ورشة هيل أو فانيلا، علبة قشطة صغيرة، العفو، ومي حتى نخفف، يا أما مي أو حليب سائل. نخليه بالخلاط بهاي الطريقة أول خطوة. بعدين نشوف إنه هذا الثخن. هسه نضيف القشطة. بعد ما ضفنا القشطة أيضا نخلطها، راح يصير ثخين زيادة. نبدي عادين نخفف بالمي. المي يكون بارد، ممكن نحتاج أيضا نص قلاص أو أقل، بس دي المقادير اللي خليناها بالبداية كلها على نص قلاص، إلى أن نوصل للخليط المتجانس. بهالأثناء تكون الكيكة بالفرن. أهم شي ما نفتح الفرن ولا نوصل يمه إلا بعد نص ساعة. يلا نقدر نشوفها. هنا صارت بعد القشطة ثخينة كلش. أخفف بالمي أو حليب سائل، يكون المي أو الحليب السائل بارد. نرجع نشغل الخلاط مثل ما تشوفون. راح نحصل على صلصة ولا أروع. طبعا هاي الصلصة مو بس للكيك، تقدرين تستخدميها بهواية أمور لأن كلش طيبة. هنا نخليها بالثلاجة إلى أن تستوي الكيكة. هنا الكيكة نختبرها بعد 45 دقيقة بعود الأسنان. إذا طلع العود نظيف إذن هي مستوية وكلش تمام. نخليها بماعون التقديم ونخليها تبرد، بس مو كلش، يعني شغلة 10 دقائق. هسه راح نجي
على إنه ليش سميناها بركانية؟ هو هذا السبب. نخلي الصلصة اللي خليناها بالثلاجة داير مداير الكيكة ونشبعها. التزيين حسب الرغبة، أنا زينت بنسات الاثنين، قطعتها أو تريدون تبرشوها بكيفكم. أنا قطعتها حتى تكون قطع بارزة وشوية مبروش بهذا الشكل، وزين الكيكة، والكيكة خلصت مثل ما تشوفون. طعم يجنن كلش. تتقدم ويا قهوة سادة، هصير فشي كلش طيب. وهذا هو الشكل النهائي للكيك. بين ما نحضر القهوة مالتنا السادة أشوفكم الركن مالتي. هذا ركني اللي ما استغنى عنه بالبيت، سويته بشكل بغداديات، إن شاء الله يعجبكم. طبعا القهوة على النار حتى نقطع الكيكة سوا. لا تنسون المشاركة والإعجاب حتى يوصلكم كل ما أنزل شي جديد. القهوة صارت، نجي هسه نقطع الكيكة. هو هذا سبب البركانية، إنه من تقطعون الكيكة تنزل الصلصة مثل البركان الانفجار. اعذروني لأنه دا أصور بإيد وأقطع بالإيد الثانية، فما واضحة عندكم يجوز الصلصة. القهوة صارت جاهزة وهي قطعة كيك، وعيشوا خيال وطعم رهيب كلش، راح يعجبكم ومليون عافية. يا رب تعجبكم الوصفات اللي أنزلها وتستفادون من عدها. طبعا الصلصة إذا عندكم نوتيلا ممكن تضيفون ملعقة همين عليها، راح تنطي طعم طيب. وألف ألف ألف عافية. هاي وصفتنا اليوم، يا رب تعجبكم، وانتظروني بكل ما هو جديد. مع السلامة.